بشرتك بتلمع وبتطلع لك حبوب؟ تعالي اقول لك نعمل ايه في اقل من دقيقه. انا دكتور فرح ودي سلسله جديده من كلام صيدلي ليكي انت. هنتكلم النهارده عن العنايه بالبشره الدهنيه والمختلطه. نعرفهم ازاي؟ لو بشرتك كلها بتلمع وبتطلع لك حبوب يبقى بشرتك دهنيه، اما لو اللمعه بتكون بس في منطقه التي زون، الجبهه والانف والدقن، فدي بشره مختلطه. الحبوب بتتكون لما الدهون تتراكم وتسد المسام. طب اعالج ده ازاي؟ اول حاجه مهمه الغسول لازم يكون مناسب للبشرة الدهنية عشان يمنع تراكم الدهون، فكده أنا منعت تكوين أي حبوب جديدة، وبنستخدمه مرتين في اليوم، الصبح وقبل النوم. طب الحبوب اللي موجودة تعملي إيه؟ هنستخدم مقشر بالليل، ومهم أجرب على جزء صغير أتأكد إنه معملش التهاب في البشرة. بما إن المقشر بيعمل جفاف فلازم أرطب البشرة كويس، استخدم مرطب مناسب للبشرة الدهنية ما بيسدش المسام. وتاني حاجة الصبح لو هتعرض للشمس استخدم واقي شمس مناسب للبشرة الدهنية. وبكده حلقتنا تكون خلصت. قولوا لي رأيكم في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. لو على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا فولو.